يا جماله يا جماله، اجمل طبق كسكسي واسرح طبق كسكسي بدون عجن وبدون دقيق. هي فزوره يا ام اسلام، تعال شوف عملناها ازاي. هنسمي الله، نزلنا بالسمنه، سخنا الطاسه على البوتاجاز وننزل بسمنه، وهننزل بمعلقه زبده. هتنزلي بزبده، تبقى تنزلي بزبده وزيت، دي سمنه وزبده. وبعدين هو بيحب الايه، الاكل الكسكسي بتحب السمنه كتيره شويه. دي اكله عبقريه جميله، يعني في 5 دقايق بتعملي احلى كسكسي. هتشوفي هنعمل ازاي. هنسمي الله. جايبه سميد، تجيبي سميد ايه خشن، سميد جايباه من عند العطار، ده مج سميد ايه من عند العطار، ده يحتوي ربع كيلو. ما تكتريش، جربي كده في الاول وهتدعي لي. هي الوصفه مش بتاعتي بس، هي ديت جايبه ترند والكل بيعملها، قلنا نعملها في القناه احنا الاخرين. بس بصراحه طلعت روعه في منتهى الجمال. هنقلب كويس جدا، مش هتسيبي المعلقه من ايدك لحد ما يستوي، عشان لو سبتي كده هيكلكع منك. واهم حاجه تكتري السمنه كده والزبده، الزيت الموجود عندك تشتغلي بيه. هنقلب كويس جدا كده. يا ريت بس اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويعمل لنا لايك ويعمل لنا كومنت. وبصراحه مش هتندمي على الاكله دي، في ثواني هتعملي حاجه حلوه لاولادك وانت قاعده. يعني انا بنتي قالت لي عايزه اكل كسكس، وتاتا تعالى نشوف بقى كسكس الطاسه اللي في 5 دقايق ده نعمله. بس بصراحه طلع روعه في منتهى الجمال. دي رشه ملح بيديها معادله حلوه، طعم حلو كده. لازم رشه ملح مع السميد. ده سميد بسبوسه يا بنات، مش يعني تجيبيه من عند العطار. من عند العطار بتجيب الايه، السميد الخشن. تقلبي كويس جدا، تنزلي اللي على المعلقه. بص مش عايزينه يحمص، يعني ما تسيبيش يحمص منك وتهدي النار ما يخش في السوا كده. دي ميه بتغلي، هو مج سميد قصاده مج ميه بيغلي. ميه بتغلي يا بنات، تكون جنبك الكاتل او البراد، الحاجه الموجوده عندك ميه بتغلي تنزلي بيها. هتقولي عجن، لا ما عجنش. كل ما تقلبي كل ما يشرب الميه وتبخر الميه. طبعا بدون دقيق، بدون مصفى، بدون كبه، بدون خلاط. لا بصراحه روعه روعه روعه، مش هتندمي لو عملتيه. وهتجربيه وتدعي لي لما انت تعمليه. هي مش فكره، ربنا يبارك للي عملته بصراحه وعرفتنا عليه. كل ده جايبه ترند الاكله دي، بصراحه عجبتني جدا جدا. وهي لو وحشه مش هعملها ولا هطلعها ولا هنزلها على القناه. بصراحه في منتهى الجمال. يعني ايه يعني، بصي هاتي الطبق من عندي الملكي ما يتخيرش عن كسكس الملك في اي حاجه. وانا عايز تكليب شوربه ماشي، تحط بقى مكسرات، تحط بصي بسم الله ما شاء الله، واحده واحده. وبعدين اما يقرب يستوي تهدي النار. انا مش عامله كتير، انا عامله طبق المج اللي انت شفتيه ده كده بس. بسم الله ما شاء الله طلع في منتهى الجمال. تهدي النار ورق ما يستوي كده، مش عايزاه يحمص. رق ما يستوي تهدي النار. وممكن تطفي بقى، تغيبي دقيقتين بعد ما تطفي البوتاجاز عليه، تفضلي تقلبي بالشوكه، تقلبي كويس جدا كده. ده انا عندي بقى سكر على جوز الهند على حبه فانيليا، على خلطهم مع بعض كده. المكسرات اللي عندك موجوده، بسكر بشوربه اللي انت عايزاه تحطي زي ولادك ما هم عايزين، عشان لبن شوربه اللي انت عايزاه. ده طبعا سكر على جوز الهند كده، على حبه فانيليا، على شويه زبيب. زوقنا الطبق بيهم. بس بصراحه روعه روعه. انا بعد ما خلصت وكان ده قمت عملت تاني. بصوا يا بنات، لايك بقى وشير لو عجبتكم الوصفه. يا ريت ما تنسونيش بقى في الاشتراك، او تعملوا لنا كومنت تقولوا لنا ايه رايكم، وتعملوا لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا، باي باي.